تعالى اقول لكم ازاي تقدروا تفتحوا محل عطور خطوه بخطوه من البدايه للنهايه. في الحلقه دي هنجاوب على اسئله كتير تخص المشروع ده، زي اقدر ابدا بكام، ازاي اختار المحل، ازاي اجهز المحل، ازاي اسوق للمحل عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله، ازاي اقسم الفلوس اللي معايا، ازاي اسعر البضاعه واحط ربح كام، ازاي ادير المحل بتاعي عشان اعرف احقق ربح واتجنب الخساره واعرف اكبر المحل، اجيب البضاعه اللي احتاجها من فين بسعر كويس، ازاي اقسم فلوس البضاعه اللي معايا، ايه النصايح والتريكات بتاعه المجال ده اللي محتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي. نروح لاول سؤال وهو اقدر ابدا بكام. عشان تبدا مشروع زي ده فانت محتاج على الاقل من 50 ل 60 الف جنيه. نروح لتاني سؤال وهو ازاي اختار المحل. لازم المحل اللي هتختاره يكون على واجهه كده وفي مكان حيوي زي سوق، وما يكونش مدفون في حواري او اماكن داخليه. نروح لتالت سؤال وهو ازاي اجهز المحل. عايز اقول لكم ان العطور بتحتاج ان شكل المحل يكون حلو وشيك قوي على قد ما تقدر، لانك لما بتتكلم عن العطور فانت بتتكلم عن الفخامه والشياكه، ودي صور عينات تقدر تاخد منها افكار او تقدر تدخل على جوجل وتشوف تصاميم لمحل عطور. نروح للسؤال الرابع وهو ازاي اسوق للمحل عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله. بص انا هقول لك على شويه افكار وانت حاول تاخد منها وتبدا، وفي كل مشروع بشرحه هحاول ازود لك فكره جديده على القديم. يعني من الافكار القديمه اللي قلناها في مشاريع قبل كده انك ممكن تعمل عرض او اتنين وتعمل لهم بوستر حلو وشيك وتعلقه قدام المحل. فكره تانية انك ممكن تعمل كروت او ورق مطبوع، ويا سلام لو يكون حجمها صغير والوان، وتكتب فيها كل بيانات المحل وتحاول توزعها في المكان اللي حوالين المحل وتقول انك عامل عروض وخصومات قويه بمناسبه الافتتاح. فكره ثالثه انك ممكن تعمل اعلان ممول على الفيس او الانستجرام او التيك توك وتكون مخليه مخصص للمنطقه اللي فيها المحل. نروح للسؤال الخامس وهو ازاي اسعر بضاعتي واحط ربح كام. بص في مجال العطور هتلاقي النسب والارباح عاليه قوي، فهتعرف تاخد راحتك في موضوع الربح ده، بس نصيحتي ليك حاول ما تعلاش عن 50% وباذن الله هتلاقي البيع شغال معاك كويس جدا. نروح للسؤال السادس وهو ازاي ادير المحل بتاعي عشان اتجنب الخساره واعرف احقق ربح باذن الله. بص يا غالي في النقطه دي هتلاقيني في حاجه بكررها في كل مشروع، وهي انك لو هتجيب البضاعه وتبيع وتاخد الفلوس تصرفها بدون سيستم ونظام انت حاطه لنفسك تمشي عليه، فانت على اسرع طريق للخساره. فلازم تكون موضح لنفسك السيستم اللي هتمشي عليه، تجيب وتصرف ازاي. وكمان نصيحه بكررها في كل مشروع وانا عن نفسي طبقتها في المشروع بتاعي وفرقت معايا قوي، وهي حاول انك ما تاخدش فلوس من المحل لمده 6 شهور على الاقل، ولازم تكون راكن الفلوس اللي هتكفيك الفتره دي من قبل ما تبدا المحل. وتعالى اقول لك ليه. لان الفكره انك محتاج تربي زبون وعملاء للمحل، وده مش بيتحقق غير بعد فتره من الافتتاح. ففكره بقى انك في وسط النمو ده وانك لسه بتربي عميل وزبون للمحل تاخد فلوس، فغالبا انت هتكون بتاخد من اصل الفلوس اللي انت حاططها مش من الارباح. النقطه الثالثه في موضوع ازاي يدير المحل، ودي خاصه بموضوع العطور نفسه، وهي ان اللي هيقف في المحل لازم يكون فاهم في مجال العطور قوي والتركيبات، ما ينفعش اي حد يقف والسلام. نروح للسؤال السابع وهو اجيب البضاعه اللي انا محتاجها من فين بسعر كويس. بص اكتر مكان الناس بتجمع عليه ان اسعاره كويسه والجوده فيه ممتازه وفيه كل الزيوت والخامات اللي انت هتحتاجها في شغلك هو شارع الجامع الاحمر في العتبه. نروح للسؤال الثامن وهو ازاي اقسم الفلوس اللي معايا. قبل اي حاجه لازم تكون راكن فلوس للدعايه والتسويق من قبل ما تبدا، يعني دول ممكن تركن لهم في حدود ال 3000 جنيه، وعندك تجهيزات محل من 7000 جنيه ل 10000 جنيه، والباقي هتجيب بضاعه تشغلك. نروح للنقطه رقم 9 وهي ايه هي النصايح والتركات بتاعه المجال اللي محتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي باذن الله. اول نصيحه عايز اقولها لكم وهي انك لازم تخصص يوم او اتنين تنزل تلف فيه على الاسعار، بس انت نازل تشوف اسعار بس، لان عايز اوضح لكم ان اول ربح لينا من قبل ما نبدا المحل هو ان احنا نجيب البضاعه اللي هنشتغل بيها بسعر كويس. النصيحه الثانيه ما تروحش تجري ورا الاسماء والبراندات وتروح تجيب من 150 صنف ل 200 صنف وفي الاخر يفضل على الرفوف وتلاقي فلوسك نايمه. انت هات لك 30 او 40 صنف بالكتير بس يكونوا شغالين، وساعتها هتلاقي نفسك بتبيع اكتر وبتحرق. طب اعرف منين الاصناف والخلطات اللي شغاله؟ دي هتلاقيها على جروبات الفيس وفي التعليقات اللي على الفيديوهات بتاعه العطور سواء على اليوتيوب او التيك توك، هتلاقي هناك الناس بتشكر في خلطات وفي اصناف معينه. حاول تركز مع الكومنتات اللي زي كده، والحاجه اللي الناس بتشكر فيها اكتر من مره حاول تركز عليها اكتر. طيب عشان ما تتوهش في وسط الحاجات دي كلها لازم يكون معاك ورقه وقلم وبتسجل الاصناف اللي انت هتشتغل بيها، وتعمل اكتر من خانه. الخانه اللي هي مهمه قوي اللي الحاجه اللي تشكر فيها اكتر من مره، وبعد كده بقى الخانات الحاجات اللي اقل في الاهميه، وساعه ما تيجي تشتري ابدا بالمهم الاول ثم اللي اقل منه. النصيحه الثالثه
لو انت جديد في موضوع العطور حاول تقرأ وتذاكر المجال كويس قوي عشان تبقى عارف انت شغال ازاي، وتبقى عارف هتبيع البرفيوم لمين في انهي وقت في السنة. النصيحة او النقطة الرابعة وهي حاول انك تشتغل بكحول طبي 96%، وراعي ضميرك في النقطة دي. النصيحة الخامسة وهي في موضوع الزيوت دي، حاول تختار الزيوت او تخلي الزيوت اللي هتشتغل بيها جودتها عالية جدا، وانزل هات الزيوت بتاعتك بنفسك، ولازم تجيب الزيوت من مكان معروف ومشهور، وحاول ما تستخسرش ما تسترخص. انا كده خلصت اللي عندي وعرفتكم اغلبيه النقط اللي محتاجين تعرفوها عشان تبداوا في مشروع زي ده. الجاي بتاعكم انتم، اكتبوا لنا في الكومنتات ايه المشاريع اللي عاوزين نشرحها الفتره الجايه، واحنا باذن الله هنشرحها لكم قريب جدا. لايك للفيديو واشتراك في القناه لو الفيديو عجبك، واستنانا في الفيديوهات الجايه باذن الله. سلام.